ازيكم يا شباب عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا كويسين. اهلا بيكم في الحلقه السابعه من تعلم اليو اي ديزاين من الصفر للاحتراف. الحلقه دي ممكن تقول انها تبقى مكونه من 3 حلقات، يعني احنا هنصور الحلقه دي بس هنقسمها على 3 حلقات. السبب ان الحلقه دي طويله جدا حرفيا، لان بنتكلم فيها عن اللي اوت. ايه هو اللي اوت بشكل كبير جدا او مختصر قبل ما نبدا، يعني بنتكلم عنه ونشوف الامثله ونشرحها تفاصيل. هو اي موقع هتلاقيه انه بيتبع تصميم معين او نظام معين كده، تناسق معين في المحتوى، سواء كان نصوص او مثلا صور او مثلا شويه مؤثرات كانيميشن مثلا وهكذا. فاللاي اوتس تلاقيك انت دايما بتستخدمها بشكل كبير قوي في الشغل بتاعك، سواء مثلا كنت بتصمم موبايل او مثلا موقع، وكمان تطبيق مثلا الديسكتوب، مثلا تطبيق الابل واتش، مثلا تطبيق مثلا حتى على التلفزيون، على اي مكان، اي حاجه هي بيبقى فيها لاي اوتس حرفيا. فليه هنقسمها ل3 فيديوهات؟ مش هيبقى فيديو واحد مدته مثلا ساعه ونص، ساعتين تقريبا او ساعه، يعني لانه تفاصيل مهمه جدا، وانا مش عايز ان انا ابقى اعمل لكم فيديو بساعه ونص، ساعتين. ده يعتبر كده لوحده كراش كورس حرفيا، فممكن الناس تمل منه شويه. فاحنا في ال3 حلقات اللي احنا نعملها من حلقه واحده، يعتبر كل واحد هنبقى بنتكلم فيه عن 10 او 9 لاي اوت. بالاجمالي هنتكلم عن 29 لاي اوت مهمين جدا انك تبقى عارفهم، وهديك امثله وهوريك امثله من كل لاي اوت واسبابه واهدافه، علشان تبقى انت عارف امتى تستخدم اللاي اوت وليه وازاي وفين. فقبل ما نبدا نتكلم عن اللاي اوتس وكل حاجه، اتمنى تشترك في القناه عشان نوصل 200,000 مشترك لو لسه ما وصلناش، ولو وصلنا اتمنى تشترك عشان تحب المحتوى اللي انا بقدمه. بس كده يا سيدي، ماشي، يلا نبدا نتكلم بقى عن اللاي اوت عشان أنا متحمس جدا جدا بصراحه. يلا بنبدا نخش على فيجما وعلى الجهاز عندنا عشان نشوف كل الكلام ده. طيب زي ما إحنا قُلنا إن إحنا هنتكلم عن 29 layout. هنبدأ الأول بأول layout عندنا واللي هو الgrid. الgrid هنا هتلاقي إن في مواقع كتيرة جدًا بنستخدمها، زي مثلًا موقع Udemy، واللي هو الصفحة نفسها أو الframe اللي هو يبقى قدامك كده، بيقسّموه لأكتر من عنصر. هيحطّوا في الgrid دوّة، هيحطّوا فيه عناصر كتيرة، زي مثلًا لو نيجي من فوق عندهم اللوجو، ماشي، وعندهم هنا اسم الكورس، وعندهم هنا بعض العناصر التانية. بعدها عندك هنا أو الجريد التاني هنا اهوت أهو، زي ما إحنا شايفين هيبقى هنا أهو. وبعدها عندهم عنصر أساسي هو اللي واخد المحتوى نفسه، أو واخد اللي عارف اللي هو كل الانتباه بتاع الشخص نفسه. بعدها عندك هنا هو تابس، وهنتكلم عنها في layout تاني مختلف دلوقتي بعدين يعني. وعندك هنا يعتبر كده اسم الكورس، وعندك عناصر تانية في اللاي اوت يعني، وهنا كمان وهنا كمان. فالجريد هنا تقدر انك تعمل شكل بسيط قوي. يعني مثلا نيجي نبص نعملها ازاي. لو انا هاجي جوه فيجما واجيب مثلا فريم جديد مثلا ديسكتوب اهو، فانا بقسم الفريم نفسه لعناصر كتيره بناء على الحجم بتاعه. ممكن اخلي في عنصر اساسي، لو ده هيبقى الفيديو فانا هخلي الفيديو ياخد مثلا يعني 985 بكسل، او قول يا عمي 1000 بكسل كعرض بالظبط كده، وقول مثلا 640. وعندك مثلا الناحيه التانيه المحتوى بتاع كل الكورس، عشان دي تبقى منطق، لأن المستخدم ساعتها هيبقى عايز إن هو يتصفح باقي المحتوى بتاع الكورس مثلا. وعندك محتوى الكورس نفسه، أو مثلا بعض العناصر الصغيرة زي التابس مثلا، زي ما احنا شفنا هيبقى هنا بالشكل ده. هنا دي 1 وادي 2 3 4 مثلا. بعدها إيه، محتوى كده كتابي بيكون موجود هنا وهنا وهنا وهنا. وعندك فوق مثلا الناف بار بتاعنا، اللي هو بيكون واخد المساحة كلها هنا، والناف بار اللي هو بيكون فيه كل يعني أو نظام التصفح نفسه، اللي هو ده اللي يطلع من الصفحة دي يروح لصفحة تانية وهكذا. تقول لي إيهاب أنا ما فهمتش أوي أنت يعني إيه الكلام اللي أنت عمال تقوله لي دوت. أي تصميم أنت هتشتغل عليه هيبقى عندك محتوى معين، ماشي. نفترض أنت مثلا شغال على منصة تعليمية، فأنت في المنصة التعليمية ديت عندك محتوى مهم جدا وأساسي، وعندك محتوى تاني ثانوي، وعندك محتوى تاني مش مهم جدا جدا لكن هو لازم يكون موجود كعامل بيدعم المحتوى دوت أو بيعزز مكانته حاجة معينة. تفهم الكلام دوت لما تبدأ إنك تشتغل كده وتدرب نفسك معايا بعد شوية، يعني لما نبدأ إن إحنا إيه نصمم وهكذا في نفس الكورس يعني. فأنت بناء على المحتوى ده تبدأ تختار اللاي اوت المناسب للمحتوى. النقطة دي مهمة قوي، انت ممكن تقع فيها. ممكن العميل يجي يقول لك انا مش عندي المحتوى بس انا عندي الفكره، فانا عايزك تعمل لي تصميم كده ايه بنصوص وهميه، وبعدها انا بضيف لك المحتوى. كتير جدا من العملاء بتعمل الكلام ده، بس انا مش عايزك تعمل كده او مش عايزك تعملي كده، لان حرفيا اي تصميم انت هتصممه لو مش معاك المحتوى بتاعه فانت مش قادر تستغل بشكل كبير قوي التصميم او الفكره اللي عندك لابعد حدود. هتلاقيك انت بتصمم تصميم بس شكله جميل لكن مش بيركز على المحتوى، ومش الجوهر الاساسي بتاعه المحتوى. انما هنا لما نيجي نبص على يوديمي ونبص على ازاي هم عاملين التصميم بتاعهم، هتلاقي ان التصميم بتاعهم بيركز
بشكل كبير أوي الفيديو هو أهم حاجة، لإن فعلًا المستخدم هيتفرّج على الفيديو دوّة. الحاجة التانية بقى المهمة بس مش أوي واللي هي الثانوية زي ما كنا بنقول، واللي هو أنا أقدر إن أنا أروح على كل قسم من الكورس والمحاضرات وأشوف أنا فاضل لي قد إيه وهكذا، فدي الجزء التاني. الجزء التالت واللي هو مهم لكن مش أوي زي الجزئين اللي فوق دول اللي إحنا لسه متكلمين عنهم، واللي هو مثلًا أنت عايز تشوف overview عن الكورس، Q&A واللي هو مثلًا أسئلة وجوابات، الnotes والإعلانات أو الإعلانات بتاعة الكورس نفسه، التقييمات وأدوات التعلم مثلًا، الحاجات اللي هي فعلًا يعني المنصة بتقدمها لكن حاجة إيه، مش ثانوية، لكن حاجة هي عارف اللي هي مستوى ثالث أو تالت يعني مش عارف أقول إزاي، مستوى تالت، بحيث إن هي مش مهمة أوي لكن هي موجودة بحيث لو أنت احتجتها في حاجة فهي موجودة ليك. فبالتالي التصميم دوّة يعني عارف اللي هو إيه، اتقسم على حاجتين مهمين أوي، أول حاجة الفيديو وبعدها المحتوى اللي المستخدم يقدر يتحرك ما بينه، وتالت حاجة المحتوى المُعزّز أو اللي هو بيقدم حاجة معينة لكن مش مهمة أوي، فده إحنا بنسميه grid. أنت بتحوّل الموقع بتاعك لgrid بناءً عليه بتختار أنهي عنصر هيكون فين وليه وأهميته إيه، فدي مهمة أوي. الdesign ده حلو أوي، أنت ممكن تستخدمه أو الlayout ده أنت ممكن تستخدمه في حاجات كتيرة جدًا، مش بس يعني مثلًا يعني يعتبر كده لمواقع التعلُّم، لكن كمان ممكن تكون landing page وهي الصفحة الرئيسية أو صفحة الهبوط بتاعة مواقع المشاريع والشركات وهكذا. مواقع التسوُّق ممكن تعمل حاجة بالgrid فيها برضه مثلًا صفحة المنتج نفسه وهكذا. نيجي لرقم 2 واللي هي الstacked هنا اللي هو إيه، بتحُط عناصر فوق بعضيها، ولإنها بتحطها فوق بعضيها هنا بيسموها إيه stacked list. تمام، الموضوع يمكن مش صعب أوي إن الواحد يشرحه، بس أنت إمتى تستخدم الstacked يبقى عندك عناصر كتيرة وهي عارف اللي هو إيه، مش مربوطة ببعض حرفيًا، يعني ممكن يعني مثلًا لمّا تيجي هنا دي مثلًا تصميم يعتبر كده تعالَ نقول هو تصميم بتاع تطبيق بنكي، والتطبيق البنكي أهم حاجة فيه طبعًا اللي هو إيه، الفلوس، أنت دفعت كام هنا ودفعت كام هنا ودفعت كام هنا ويرجع لك فلوس قد إيه ودفعت إنما كل اشتراك أو كل منتج أنت بتشتريه ما لوش علاقة ببعض، لأن ده استهلاك خاص بيك واستهلاك منفرد، ممكن يكون حاجة معينة وبعدها حاجة تانية وهكذا. لكن لسهولة قراية المعلومات ديّة أو لسهولة قراءة المعلومات اللي هي عن طريق التحويلات أو عن طريق بعض الحاجات المعينة اللي هي ما لهاش علاقة ببعض، اللي هي عمرها ما هتبقى ليها معنى لو عملناها كارد وهكذا وهتاخد مساحة أكبر من جهاز المستخدم، يبقى أنت تستخدم لها حاجة اسمها stacked أو table view بالنسبة للمبرمجين، واللي هو بتبقى شكل table كده والمعلومات بتكون مع بعضها بالشكل دوّة. الشعار بتاع الشركة مثلًا، اسمها والتاريخ، وكمان بعدها كام مثلًا عملية الشراء وهل تمِّت والّا لأ. فالstacked مهم جدًا إنك تستخدمها في حالات كتيرة أوي بصراحة، يعني أنت هتلاقيك بتستخدمها بشكل كبير أوي في لوحات التحكم، عمليات الشراء والبيع مثلًا، في الhistory أو مثلًا في صفحات الhistory اللي هي مثلًا بتورّي المستخدم إيه اللي حصل من كام شهر، ومش بس كده لكن كمان ممكن حاجات كتيرة جدًا، ممكن نبقى نتكلم عنها بعدين بشكل بسيط جدًا، تمام. تالت واحدة معانا واللي هي الtabbed أو الtabs. الtabs دي مهمة أوي وهاقول لك ليه. أي تطبيق موبايل أو موقع بيبقى فيه صفحات كتيرة جدًا وفيه معلومات كتيرة جدًا، ومش دايمًا بتبقى أفضل حاجة إن إحنا نعرض كل المعلومات ديّة في نفس الصفحة للمستخدم، فبالتالي أنت بتقسّمها لأقسام أو لtabs ماشي، والtabs ديّة بتكون ليها علاقة بالحاجة اللي فيها، يعني زي مثلًا هنا في التصميم دوّة ماشي، واللي هو مثلًا هو حاليًا في الtab اللي اسمها إيه appearance. صفحة الappearance فيها إيه؟ فيها كل حاجة ليها علاقة بشكل التصميم نفسه عندهم. عنده كمان في tab تانية اسمها الإشعارات، واللي هيبقى فيها كل حاجة ليها خاص أو كل حاجة ليها علاقة بالإشعارات. في كمان عندك tab تانية اسمها الbilling واللي هي خاصة بمثلًا طرق الدفع وشراء والحاجات اللي زي كده. وعندك tab تانية اسمها الintegration واللي هي مثلًا بيكون فيها الحاجات اللي هو المستخدم بيستخدمها بس هي خارج المنصة كplugins أو إضافات معينة وهكذا. فهو هنا بدل ما كان يخلّي كل دول في صفحة واحدة، هم فعلًا ما ينفعش يبقوا في صفحة واحدة، لأن كل معلومة ما لهاش علاقة بالتانية. الnotification ما لهاش علاقة بالappearance والappearance ما لهاش علاقة بالsecurity والsecurity ما لهاش علاقة بالprofile ولا بالaccount، هي ليها علاقة بحاجات معينة في الaccount والprofile، لكن ما لهاش علاقة خالص بالباقيين حرفيًا. فبالتالي كان أحسن حاجة إن الdesign ده يتنفذ بيه إن هو فعلًا يقسّم العناصر أو المحتوى أو الactions دي كلها جوّه tabs، علشان أول حاجة تبقى سهلة إن المستخدم يتصفحها، يقوم بأكشن معينة وما تبقاش كتيرة أوي، وهو فعليًا مش قادر يعني يعرف أنهي فين منين وإزاي، وهُم كلّهم ما لهمش علاقة ببعض. في التصميم فعليًا إن الحاجة اللي يبقى ليها علاقة بالحاجة التانية مهمة جدًا، لإن المستخدم بيستخدم المنتج ده حلوة أوي الكلمة دي، المستخدم بيستخدم ماشي، بيستخدم المنتج دوّة بشكل يومي، فأي حاجة هي مش منطقية أو ما لهاش علاقة هيكتشفها في ثانية، وفعلًا مش هتبقى مفيدة بالنسبة له. فأنت وأنت بتصمم لازمًا قراراتك تكون منطقية فعلًا، وإن كل حاجة ليها علاقة ببعض، وإنك أنت التصميم اللي تعمله دوّة بيكون أحسن تصميم تخيلي أو حتى مناسب للطريق بتاع المستخدم في إن هو ينفذ 1، 2، 3، 4 مثلًا، حاجة زي كده تمام. خليني أشرب مَيّة عشان الواحد يتكلم كتير أوي في 10 دقايق، مش عارف إزاي.
ماشي، فاحنا كده اتكلمنا عن رقم 3 واللي هي التابت او التابس. رقم 4 عندنا حاجة اسمها كارد بيست. يعني ايه كارد بيست؟ يعني عندك موقع بتاع مقالات زي موقع ميديم مثلا، كل مقالة هي من كاتب مختلف، كل مقالة فيها معلومات معينة لازم تكون موجودة، فانت علشان تفرق ما بين مقالة والتانية لازم تخليها على شكل كارد، وده انسب حاجة. هي معمولة على شكل كارد، وشكل الديزاين اللي هو انت لاحظت مثلا هتلاقي ده ايه ده ايهاب، دول عاملينها كشكل ستاكت كمان. بالفعل دي حقيقة. ليه عاملينها بشكل ستاكت؟ لان كل مقالة ملهاش علاقة بالتانية، وفي نفس الوقت هم عايزين يستغلوا المساحة وانها تبقى حاجة مريحة للعين، لان موقع ميديم فيه ملايين المقالات، فلو هم هيخلوها طالعه من الشمال واليمين وبتختفي وهوب بتطلع فوق ويمين ومش عارف ايه والكلام ده، مش احسن حاجه كيوزر اكسبيرينس خالص او كتجربه مستخدم. فهم اختاروا ان يبقى ده شكل كارد. لو نيجي نبص كده اهو، ادي كارد، ادي واحد، ماشي، تعالى هنا ادي اتنين بالشكل ده، ادي تلاته، ادي اربعه، وادي خمسة، وهكذا. فهم كلهم كارد، لكن الكارد هنا اللي اوت بتاعهم هم غيروا شويه، مغيرين شويه ومش مخلينه كبير قوي، مركزين اكتر على معلومات مهمه قوي في التصميم بتاعهم، اللي هو ايه المقاله دي في انهي كاتيجوري او في انهي مكان او انهي جروب او انهي منظمه، وكمان ايه عنوانها لان العنوان بتاعها مهم جدا للمستخدم، وكمان اول سطرين مثلا من النص بتاعها. وبما ان هم عارفين دايما مش الصوره مهمه قوي، فهم مصغرين الصوره، هم عارفين ان الصوره دايما مش اهم حاجه. هم موقع مقالات بيركز على ان المقاله دي تكون مفيده جدا، فالعنوان هو اهم حاجه حرفيا. لو نيجي نبص العنوان هتلاقي مثلا عنوان what not to include in your design resume، يعني انت ايه اللي انت مش تضيفه في السي في بتاعك كديزاينر مثلا. فعلا هم بيركزوا اكتر على العنوان انه يبقى بارز قوي، وكمان التاريخ وكم لايك وكم كومنت وهكذا. هم هنا مستخدمين الكارد بيست، لكن في نفس الوقت مضيفين ديزاين تاني واللي هو الستاك. نخش بعدها على حاجه هتلاقيها كتير جدا في الاندرويد، وممكن بعض الاوقات في الاي او اس، لكن مش قوي في الاي او اس، واللي هو الفلوتنج اكشن باين. لما يبقى انت عندك بتستخدم مثلا تصميم او بتعمل تصميم للموبايل، فانت عندك مساحه محدده صغيره قوي في الموبايل، ف دايما هنا في بعض الصفحات يبقى عندك اكشنز او حاجات معينه المستخدم محتاج يعملها يقوم بيها في نفس الصفحه ديت، لكن هي مش اهم حاجه، مش اهم حاجه فعلا، لكن هي لازم تبقى موجوده وبتتحرك معاه في كل مكان، ومش محتاج انه يطلع لفوق خالص عشان يعرف انه يعملها. بالتالي بيبقى عندك زر هنا اسمه ايه، زر البلس، لو دوست عليه بيظهر لك ماشي شويه عناصر تانية كده بالشكل دوت، وبعدها المستخدم يقدر يختار وهكذا. اكيد كم واحد فيكم يا شباب لاحظ حاجه زي كده في الاندرويد او حتى في الاي او اس، فانا مش محتاج ان انا اشرحها قوي قوي بالجزئيه ديت، ماشي. لكن برضه تلاقي انهم عاملين ايه، عاملين مستخدمين الايه الستاكت صح لكل محتوى، لان كل محتوى ملوش علاقه ببعض، بس عايزين يبقى هم ايه كلهم ماشيين بشكل متناسق، على الاقل في الديزاين. تمام، المحتوى مش ليه علاقه ببعض، لكن في الديزاين متناسق، ده كويس جدا عشان هيخلي المستخدم قادر ان هو ايه يتصفحه ويستخدمه بشكل كويس، ماشي. او عندنا لاي اوت تاني مهم قوي اسمه سبليت سكرين. سبليت سكرين دوت هو حاليا بصراحه يتم استخدامه في مواقع كتيره جدا جدا. يعني ايه سبليت سكرين؟ يعني بشكل كبير قوي ان انت بتخلي الصفحه بتاعتك او الفريم بتاعك ماشي بتاع الموقع نفسه بتقسمه لاتنين، فواحد بيكون فيه المحتوى، والتاني بيكون فيه العامل المظهري او الجزء اللي هو فيه الصور او او الحاجه اللي انت بتتكلم عنها في المحتوى على الناحيه الشمال. زي ما احنا شايفين من شركه لينير، احنا ممكن نخش هنا اهو على لينير عشان نشوف. انا حاليا فتحت متصفح عندي اللي هو ار عشان نشوف. ده حاليا مش سبليت سكرين لا خالص، ده يعتبر كده بشكل كبير جدا كستاكت. ننزل تحت شويه كمان اهو سبليت سكرين، ماشي. هنا اهو سبليت سكرين، ونيجي هنا اهو، ده هنا نتكلم عنه بعدين، ماشي. وادي اهو الجزء بتاع السبليت سكرين مره تانية، قلنا بص عاملين ازاي، مش بس اي كلام وخلاص، لا سبليت سكرين وخلاص، لا سبليت سكرين، ماشي. الصوره هنا اهي موجوده، بعدها هنا عندك المحتوى، بعدها مقسمينها شويه تحت بجزء كده بسيط في الجريد يعتبر، وبعدها عندك تحت كمان محتوى تاني. فانت شايف ازاي هم بيسموا اكتر من جزئيه في اللي اوت، لكن كلها متناسقه مع بعضيها، او اكتر من ميثود يعتبر علشان يطلعوا ديزاين متناسق بشكل كبير. حتى لو مش كل المحتوى ده ليه علاقه ببعضه، لكن على الاقل بسبب ان هم بيعملوا لي اوتس متناسقه مع بعضيها بيديك حق ان التصميم دوت فعلا متناسق جدا. فبجد دي حاجه حلوه قوي، وانا انصحك جدا انك تعملها، ماشي. فده كان السبليت سكرين. بعدها عندك الليكويد او ريسبونسيف، يعني انت عندك الديزاين بالشكل ده حاليا اهوت، وده ممكن تلاقيه برضه في موقع الاي كوميرس ومواقع المنتجات بشكل كبير قوي، ان هو الديزاين معمول بالشكل ده، وبعدها على طول في الموبايل على طول كريسبونسيف بيتغير اللي اوت بتاعه وكله يبقى ايه تحت بعضه. ده بيسموه ليكويد او ريسبونسيف.
بعدها عندك الفول سكرين. الفول سكرين هنا ده بقى يا معلم اللي هو بشكل كبير قوي تصميم واحد واخد السكرين كلها، مفيش حاجه فوقيها ولا حاجه تحتيها، هو بس الناف بار هنا اهو. وعندك بعدها ايه المحتوى واخد الفيو كله بتاع المستخدم لحد لما ينزل تحت يلاقي فيو تاني. ابسط مثال عندك، تعال نخش على موقع نانس اريو، انا مش عارف اسمه صح يعني، فتلاقوا ايه فالتصميم بتاعهم في فيديو كده معين هو واخد كل حاجه، لما تنزل تحت هيوريك حاجات تانية، فده اسمه ايه فول سكرين. تمام. فدي بجد بتبقى حلوه قوي، لان انت بناء عليها بتبقى مركز ان الهيرو سيكشن او الصفحه الاولى او القسم الاول من الموقع بتاعك مركز على عنصر معين او على نقطه معينه، هي اهم نقطه المشاهد او الشخص اللي الزائر يعني بيتفرج او بيخش على الموقع عندك انه يعرفها. دي نقطه ايه بتبقى مهمه جدا ان انت ممكن تعملها في بعض المواقع عشان تركز على نقطه البيع بتاعه المنتج دوت. عندك بعدها بقى الماسونري من ساب. الحاجه بجد بحبها قوي في ساب هو الديزاين سيستم بتاعهم اللي هو اسمه فيوري، ماشي. فهم هنا بيتكلموا عن الماسونري اللي هو دي كلها كاردز، لو تيجي تلاحظها كارد دي ملهاش علاقه بدي، ملهاش علاقه باللي تحتها، ودي كارد ملهاش علاقه باللي تحتها، ودي كمان ودي كمان ودي كمان ودي كمان، وكل القرارات ديت او كل الحاجات دي صح. لكن بالنسبه لهم كماسونري ماشي في قاعده مهمه جدا بالنسبه لهم فيها، واللي هو انه اي كارد هتستخدمها او هتعملها كقاعده في الماسونري، انه لازم الكارد دي تاخد ايه المساحه الكامله في الموبايل. تمام. حتى لو ايه يعني انت عندك اي كارد اهي يمكن ما فيهاش محتوى كتير، بس عشان تبقى متناسقه مع باقي العناصر هتلاقي ان هو ايه مخلي الصوره ديت واخده المساحه كلها. بعدها عندك هنا ايه، تعالى كده نصغر شويه، عندك اهو تايتل او عنوان يعني ماشي، وعندك هنا باراجراف، عندك التاريخ، وعندك مثلا نوع المشروع او نوع ايه بالظبط، وعندك هنا زرار للحفظ. فانت ملاحظ ادي اول كارد. نفس الشيء لو نيجي ناخد دول هنا اهو ماشي، نفس الشيء ينطبق على الكارد التانية اهوت واهو كمان، ونفس الشيء هنا كمان. يعني قاعدة تصميم الكاردز للموبايل انه لازم كله يكون متناسق كماسونري ماشي. وانا ممكن ابقى اديكم يعني فكرة عنه، انا ممكن ابقى اسيب لكم يعتبر كده ايه محتوى من شركة ساب نفسها عن ازاي انت ممكن تعمل الماسونري لاي اوت. بصراحة بيبقى حلو جدا انك تقرا عن الحاجات ديت وانصحك بيها، فانا هسيب لك لينك في الديسكربشن علشان تشوف ازاي الحاجات دي مهمة قوي مفيدة، وكمان تشوف ازاي قواعد التصميم بتاعت فيوري للاي او اس بتاعت ساب مفيدة ماشي. فانا هسيب لك اللينك بتاعها في الديسكربشن. بعد كده نيجي مثلا تعال الاول نشيل الحاجات دي اللي احنا عملناها. عندنا بقى رقم 10 واللي هو الاوفرلاي. الاوفرلاي هنا ده حاجه مهمه جدا. ليه حاجه مهمه جدا؟ لان انت في تطبيقات الموبايل ماشي، في تطبيقات المواقع او الساس يعني واللي هو سوفت وير از سيرفيس ماشي، وكمان حتى في المواقع نفسها او حتى في الديسكتوب او حتى في الالعاب ماشي، سواء على البلاي ستيشن اللي ورايا او حتى على الكمبيوتر اللي قدامي، دايما بتلاقي ان في حاجه اوفرلاي. يعني ايه اوفرلاي اصلا دوت؟ تعال مع بعض نتخيل كده ان المستخدم داخل على صفحه مثلا الشراء. فصفحة الشراء مثلا فيها مثلا نفترض مع بعضينا عملة اللعبة. مثلا انت عايز تشتري مثلا 10 تلاف ذهب في عملة اللعبة الفلانية مثلا، او ذا مونكي مثلا كينج او حاجة زي كده. فعلى طول هو لما انت تبدأ عملية الشراء دي بيبدأ ان هو يعزلك من الخلفية بتاعت اللعبة نفسها اللي هي هنا شايفينها اهوت، كل حاجة سودا وراها، ومخليك مركز على العنصر اللي قدامك اللي في النص، علشان ده هو انت حاليا في عملية الشراء. دي اهم حاجة للشركة او اللعبة نفسها، وممكن تكون اهم حاجة ليك انت كمستخدم. فبالتالي انت بتركز قوي على العنصر اللي قدامك ده، فانت مالكش علاقة خالص بالعناصر اللي وراك، انت بالفعل اخترت الحاجة اللي انت عايز تقوم بيها وتعملها. فبالتالي لازم السيستم يحترم ماشي، يحترم الهدف بتاعك، وبعدها يبدأ يعزلك من الحاجة اللي ورا دي خالص. زي ما احنا شايفين في خلفية سوداء عازلة الكارد دي او الشكل دوت عن الخلفية نفسها، فهي ده بنسميه اوفرلاي ماشي. فانت بالتالي بتكون مركز بس قدامك في العنصر ده، وهتلاقي ان عينك مركزة عليه. اي حاجة تانية بتكون يا اما مثلا بلورد، معمول لها بلور مثلا، او متقلله الاوباسيتي بتاعتها اللي هي الشفافيه بتاعته بتبقى متقلله،
او متغمقه قوي، بحيث ان انت ما تركزش على اي حاجه وتركز على الحاجه اللي قدامك دي بس. هتلاقي دوت في عمليه الشراء، في اي اجراء معين المسام بيعمله مهم جدا او خطير او تحذير او حاجه معينه، تلاقي بيتم استخدامه بشكل كبير قوي. فانا بجد انصحك جدا بانك تتعلم اكتر عن الاوفرلاي، لانك هتستخدمه بشكل مش طبيعي. فاحنا كده خلصنا الجزئيه بتاعت الاوفرلاي واول فيديو ماشي من الثلاث فيديوهات بتاعت اللاي اوتس. فبس كده، اشوفك بقى في الفيديو الجاي. باي.